كباب هندي بالفرن، وحتى الرز بالفرن. عم بتبقبق كباب هندي بالفخارة مع رز بشعيرية بالفخارة، وممكن بلا فخارة بطنجرة عادي. ويا عين صبي دمع. خلينا نبدأ بطريقة تحضيرها بدون لبكة وسريع. بطنجرة غليت مي وطفيت عن المي وحطيت البندورة بعد ما عملت لها إشارة زائد وما شلت لها الترس تبعها مشان ما تنهلس. بعد نص ساعة أو ساعة البندورة رح تتقشر معك بكل سهولة. رح أفرمها فرم ناعم، وممكن جود بالموجود تفرميها على إيدك. إذا البندورة ما لها بلدية رح نحتاج معلقة دبس بندورة بتدعم اللون والطعم. فرمتها وصارت جاهزة. رشيت لها ملحاتها وعدلت الطعم. هلأ دور البصل نص كيلو بصل، وممكن ترفعي المقدار 3/4 كيلو. بدنا نفرمهم فرم جوانح. ارفع البصل جاهز. منجيب الفخارات ومنجيب دهنة. البديل سمنة. حطيت تقريبا شي معلقة كبيرة دهنة بكل فخارة، وضفت توم مطحون معلقة صغيرة لكل فخارة. وزعت التومات، وهلأ جبنا الملح. بدنا نوزع الملح للبصلات. فرفدت هالبصلات وخلطتهم مع الدهنة والملح. ضفت الثوم للفخارة الكبيرة وفرفدت البصلات. اجا دور الكبابي. كل كيلو كبابي بده 200 جرام دهنة من دارة دور واحد. ضفت معلقة كبيرة بهار، معلقة كبيرة ملح. بديل الدهنة سمنة. هلأ مكون رئيسي معلقتين كبار سميد مشان ما تكش اللحمة وبنفس الوقت بتشرب البندورة. بديل السميد كعك مطحون أو خبز مطحون أو توست مطحون. خلطت اللحمة وبكل بساطة بمسح كفي زيت. اللحمة ما بكبسها كتير، ما بضغط عليها كتير، بدي إياها مفرفدة مشان تشرب المرقة أثناء الطبخ. بدي أبصمها ضغطة بسيطة بتبصم مثل الكبة النية. ممكن طريقة تانية بكل بساطة بتاخدي دقماء اللحمة ومثل ما قلت لك ما تضغطي عليه، كوريهم بدون الضغط، وبعد تكويرهم ببصمها مثل الكبة النية. وجود بالموجود اختاري المناسب. صارت اللحمة جاهزة. حطيتها بالبراد وكل شي صار جاهز لتوزيعه على الفخارات. البندورة إذا كان سوائلها قليلة بتضيفي نص كاسة مي، ولكن إذا السائل جيد ما تضيفي مي أبداً. وزعت مفروم البندورة على الفخارات. وهلأ إجا دور توزيع الكبابة اللي من دارة دور واحد بتكون أطيب، مالا كتيمة. نحن ما بنضغط عليها مشان ما نكتب اللحمة، بتعود ما بتشرب مرقة البندورة أثناء الطبخ. وزعت لحمة الكبابة على الفخارات، ومشان يصير بخار واستواء أثناء وضعهم بالفرن بغطي الفخارات بورق زبدة، بعدين بورق سلوفان اللي بيسموه ورق قصدير. نطبخ جنب الكباب الهندي رز بشعيرية. كوب رز قصير نقعته بمي عادية من الحنفية مع معلقة ملح. رح أترك الرز منقوع لمدة نص ساعة وممكن ساعة. بعد ساعة حطيت معلقتين زيت. بدي أحمص نصف كوب شعيرية. رح أحركهم لأخذ لون ذهبي. بنقع الرز لمدة نص ساعة أو ساعة. تخلصنا من المادة التخزينية اللي بيحطوها أثناء التعبئة، والرز طرح النشا تبعه وشدت قوام الرزة. بعد نص ساعة صفيت الرز من المي وضفته مباشر وحركت هالرزات مع الشعيرية. وركزي صبية، الرز بشعيرية رح أطبخه بالفرن، رح ياخد مقدار مي أكتر. كل كوب رز قصير بياخد كوب ونص مي، وكل نصف كوب شعيرية نصف كوب مي. ضفت ملح وحركتهم وعدلت الملوحة وغطيته وحطيته بالفرن. إذا كان على نار الغاز بياخد الكوب رز قصير
كوب وربع مي. انتبهي لهالنقطة، الفرن بينشف. الرز استوى، حطيت له معلقة سمنة وحركته لحتى تتغلف الرزة بالسمنة، وممكن أغطي وأسكبه بصحن ليطلع قالب جميل. بتركه 5 دقايق وبعدين بسكبه بيطلع قالب جميل. رح أتفقد الفخارات، بدي أكشفهم وأرطبهم من المرقة نفسها وأتركهم مكشوفين لحتى يتحمروا. فخارة ضفت لها فلفلة حدة، وفخارة تانية ضفت لها فلفلة حمراء، وفخارة بدي أضيف لها دبس رمان. طالعت الرزات وسكرت باب الفرن، بدي أتابع التحمير. برد بعد ربع ساعة تفقدتهم، طالعت الفخارة الكبيرة مشان أفرجيك إياها، وبدي أسكب الرز قالب جميل. طبعاً سكبت الرز من الطنجرة لهالصحن وتركته 10 دقايق وقلبته قدامك. رح نقول بسم الله. فعلاً ما شاء الله رز مفلفل، ممكن نزينه بصنوبر ورشة بهار حلبي. ويا سلام على الكباب الهندي، حطيت له صنوبر، معلقة صنوبر وحدة بتكفي للكل، وممكن لوز صنوبري تزيني فيه. رح أفرجيك الفخارة الثانية، رح أطالعها ورجاءً أثناء شوية بالفرن رطبية من المرقة نفسها مشان ما تنشف اللحمة. ممكن تحطوا بهالمرحلة دبس رمان معلقتين وترجعوها على الفرن. رجعتهم على الفرن، وممكن بهالأثناء نضيف دبس الرمان لنعطي طعم مميز. أنا عملت لك نوعين، لأنه فئة بيحبوها بدبس رمان وفئة ما بحبوا دبس رمان. ما بدنا مشاكل واعتراضات وانتقاد. تتزين بالصنوبر. وللأمانة أنا رجعت الفخارة الكبيرة لأنه جوزي تأخر، رجعتها على الفرن لحتى تاخد سخونة، لأنه بردت سكبتها قدامكم. حلو التغيير وكسر الروتين. إذا حبيتي الوصفة اكتبي على محرك البحث جوجل أو يوتيوب كباب الهندي بالفخارة، جنبه اسمي دلال حناوي شبيك لبيك. وإذا بدك الطريقة المعتادة على نار الغاز منزلتها بقناتي، رح أحط لك رابط الفيديو بصندوق الوصف. ما تنسي اللايك والمشاركة على أكبر نطاق. تحياتي.